السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع إلى هذه القصة نعرف سويا ماذا لو كان الصحابة موجودين في يومنا هذا، ماذا كانوا سيفعلون، كيف سينظرون إلى واقعنا هذا. فيلا بينا نسمع للقصة دي. كان يوجد صحابي جليل مر بموقف قاسي في شبابه لدرجة انه ظل الى اخر عمره كلما تذكر هذا الموقف تغيرت ملامحه ويغيب عن الوعي، يعني يغمى عليه بالماء. الصحابي دوت وصل في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، اصبح ولي حمص ديت اللي هي في سوريا، واصبح ولي حمص في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فاهل حمص عرفوه اكتر واكتر وبداوا اللي هم يتعرفوا عليه لحد ما عرفوا الموقف اللي هو بيخليه كل شوية يغيب عن الوعي ويغمى عليه. فاهل حمص اشتكوا لسيدنا عمر من هذا الامر، الصحابي دوت كل شوية يغمى عليه وكل شوية يغيب عن احوال الدنيا. سيدنا عمر بن الخطاب دعاه وقال له: ما هذا الامر؟ يعني وانت ليه كل شويه بيغمى عليك؟ وايه الموقف اللي سبب لك صدمه شديده في حياتك؟ فقال الصحابي الجليل: كنت حاضرا قبل اسلامي الحدث الذي قتل فيه المشركون سيدنا خبيب ابن عدي، كنت واقف امامه وهم يذبحونه، كلما تذكرت هذا الامر انني تركتهم يقتلونه ولم ادافع، شعرت ان الله لن يغفر لمثلي ابدا بسبب خذلاني له. بقيت من هذه اللحظه كلما تذكرت هذا الامر يغمى علي من الحزن انه سيدنا سعيد بن عامر الجمحي. كذا كان يرى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذلان مسلم واحد فقط، كيف بالالاف يا اخي الذين يقتلون ويذبحون امام اعيننا ونحن ناكل ونشرب ونبرر لخذلانهم. اريد ان اقول لكل شاب لم يعرف كيف وصل الاسلام له، اريد ان اقول لكل شاب لن يعرف عن قادة الاسلام شيء ولن يعرف عن خلفاء الاسلام شيء، اريد ان اقول لك يا أخي إنه عندما غضب صلاح الدين الأيوبي أقسم بالله أن لا يبتسم حتى يعيد فلسطين إلى المسلمين وكان له ذلك. أريد أن أقول لك إنه عندما غضب عبد الرحمن الغافق وصل بجيش المسلمين إلى قلب باريس، أرسل سيدنا خالد بن الوليد رسالة إلى كسرى وقال له: أسلم تسلم وألا جئتك برجال يحبون الموت كما أنتم تحبون الحياة. وعندما غضب محمد الفاتح فتح القسطنطينية أكبر معقل للروم في هذا الوقت. عندما غضب طارق بن زياد فتح بلاد الأندلس بأكملها. والآن كما ترى يا صديقي عندما غضب أمراء المسلمين وعلماء المسلمين أرسلوا خطابا استنقارا للأمم المتحدة التي لم تتحد إلا على المسلمين. رحم الله أياما كان فيها غضب المسلمين جيوشا لا يرى آخرها. بس كده، سلام يا صديقي.